ايوه حلوة. ايش رايكم؟ قالوا انها حلوه، ايش رايكم؟ خلاص بنشتري هذه، قال انها حلوه تاكلوا. طيب شفتوا معكم مديان. السلام عليكم. شوف رحلة البحث عن المزاج. نكهة الشاورما السورية غير. السلام عليكم، صباح الخير. اليوم باخذكم في احلى فلوق ان شاء الله باذن الله يعجبكم. اولها انا كنت لازم اطبع اوراق، ولكن للاسف تفاجأت ان الطابع حقي الحبر خلص. قبل ما اروح اشتري حبر بروح اودي اوراق للروضه، لانهم طلبوا مني اوراق لابني سالم، فخليكم معنا. درجة الحرارة 4، بس قبل ما اروح يعني اشتري طابعة واودي الاوراق لازم اروح اشتري كوفية. نرمي القمامة اول شيء، اعزكم الله. صلوا على النبي يا شباب، الجو لطيف. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. هذا المحل اللي بنشتري منه الطاقية. بسم الله. انا من بعد ما رجعت من العمرة الشعر حقي ما رضيش يطلع زي من الناس، برد. خلينا ندخل ان شاء الله اني احصل حاجة حلوة. اسمه داشمان، حلو ورخيص في المانيا. الكوفي هنا اعتقد ايوه هذا له. ايش رايكم؟ قال انها حلوه، ايش رايكم؟ خلاص بنشتري هذه، قال انها حلوه، وصاحبنا طلع مسلم محترم. تانك دي تاكنو. طيب شفتوا معكم انت؟ السلام عليكم. شوف واخذناه، طلع والله محترم. قال لي خذ هذه. انا مستحيل اتجاوزها، واخطر حاجه هو تجاوز السياكل، وبعضهم يتعمد انه يروح يرمي نفسه عليك، مش كلهم بس بعضهم. فالواحد هنا يحرص السيكل اول شيء للمشاة، بعدين السيكل، بعدين صاحب الموتور، بعدين صاحب السياره، وبظل يمشي وراها لا ما نحصل فكه كبيره ويتجاوز منها. المسؤوله على الكيتا بنعطيها الاوراق لاني وقعتها، فتحها حق الباب فوق عشان الاولاد ما يوصلوش. هذا حلو عشان الاولاد ما يخرجوش. خرجنا من الروضه وبنروح الان نشتري الحبر حق الطابعه، واذا حصلت طابعه ممكن اشتري، لان حق الطابعه قدها على وشك. نروح لقسم الاحبار، اعتقد هناك. معلومه للاشخاص اللي مقيمين في المانيا، انا انصحهم يشتروا هذا فلتر للماء. نصيحه، ليش؟ لان الماء هنا فيه ترسبات كثيره، فانا انصحكم تشتروا هذه. اول تلفون امتلكه حلو والله العظيم. الله. صلحنا الطابعة وعبينا الحبر وطبعت الأوراق، والآن بنطلق. لازم أروح أرسل البريد الأوراق اليوم ضروري. جهاز الأوراق ومنطلقين إن شاء الله إلى البريد. الدنيا بدأت تمطر. الحمد لله فاضي. هلو كنت هاك. نروح ناكل شاورما في مطعم عربي فتح جديد في مدينتي، يقولوا الأكل عنده حلو. شكله الحمام بدأ يدخل لما يبدأ ينزل المطر، سبحان الله الجو يبدأ يتلطف. الصباح كان درجة الحرارة 4 3.5، كان برد. أمس كان 2، وقبله كان -2. الجو سبحان الله لما يبدأ ينزل مطر الجو يتلطف، تدفى الدنيا. اللهم أدم هذه النعمة علينا يا رب، فرجها على بلادنا يا رب. طلبت الآن واحد شاورما لحم، وبنجرب عصير، بنجرب أكلهم اليوم. هم قالوا إنه كويس، بس إن شاء الله إنه يكون كويس. شكلها يعني ما شاء الله تبارك الله. بجربها، بس أنا ما أحب شربطات كثير، وبقول لكم رأيي الحقيقي في المطعم، خاصة إذا أنت من سكان كولن. يلا بسم الله. ما قدرتش أخلصها لأن التوابل اللي جاب لي إياها المخلل، أنا مش محبي المخلل. التوابل اللي فيها ما زي التوابل اليمنية. نكهة الشاورما السورية غير. بس خلنا نخلص وأنا أقول لكم صراحة. إن شاء الله. بسم الله. مطعم اسمه على مزاجي. رحلة البحث عن المزاج تبدأ وتنتهي هنا. المهم إذا أنت جاي على ألمانيا أو إذا جاي لكولن، في كالك هذا المطعم. صراحة أنا بقول لكم أنا بعطيه تقييم ما بظلموش صراحة، 8 من 10، بس يفوز. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني من غير حول مني ولا قوة. يا مرحب. عشان نخلص الفيديو فبتكلم معكم بكلام إن شاء الله بإذن الله أن يوصل من قلبي إلى قلوبكم، وأتمنى أنه الأشخاص يحاولوا يفهموا كيف ما فهموا، والأشخاص اللي ما يستطيعوش يفهموا لغتي فهذا شيء ثاني. لأنه في أكثر من تعليق أنا قريت أنه يعني مدري أنه استهزاء أو أنه عباطة أو أنه مش عارف ليش، بس الله يسامحهم. خلينا ندخل في الموضوع هذا يا شباب. هو ليش نفشل العرب، أغلبية العرب مش كلهم، في المجتمعات الأوروبية خاصة في ألمانيا. أتكلم لكم خاصة في ألمانيا يمكن غير هولندا، غير بريطانيا، غير كندا. أول شيء أنا بقول لكم هو صعوبة تعلم اللغة. المجتمعات العربية أو الشخص العربي مجرد ما يوصل لألمانيا يتوقع أن الأمور كلها بتكون طيبة، وأنه اللغة بيتعلمها في سنة سنتين. وشخصية الشخص العربي شخص استعجالي واندفاعي دائما، وما يحبش يسأل. الأغلبية العظمى فيهم مرض النرجسية. أنا اللي فاهم كل حاجة وما أسألش، وهذا والله العظيم يا شباب إني لاحظته في أكثر من
من صديق لي، يعني مستحيل انه يدعي نفسه او يشوف نفسه انه اقل دونية، يشوف دائما نفسه انه الافضل وانه الاحسن وإنه صحيح هذا شيء ايجابي، ولكن قاعد يدخل في مرحلة الغرور. انا قادر اصلح مثلا السيارة، انا مهندس تكنيكا وانت تخصصك طب ولا تخصصك هندسة، انت ايش دخلك في السياره؟ يدعي المعرفه في كل شيء مع عدم قدراته، يعني ما يمتلكش القدرات، وهذا بنفسها بحد ذاتها هي الغرور. فوالله العظيم يا شباب نصيحه من قلبي، اذا وصلت لاوروبا المانيا تحديدا، اول شيء اتعلم اللغه، اتعلم اللغه كيف ما كانت. شوف اللغه الالمانيه ما هي سهله، انتهى الكلام، تقلبها يمين شمال، تدور فيديوهات، اتعلم اللغه كيف ما كانت، كيف ما كانت. ان شاء الله تدخل على جوجل بيطلع لك، شات GPT تقول له اعطيني كورسات بيطلع لك. انا انصح اي واحد قادم الى اوروبا المانيا تابع واحد اسمه خالد بوزان. انا خالد بوزان والله في فتره من الفترات نفعني، كنت اشوف، لكن كنت اشوف كمان المان. اتعلم من الالمان، لا تستحي ولا تخجل في التعلم. اللغه الالمانيه صعبه ومعقده، ليش تعقدها على نفسك؟ فلا تخجل في التعلم وتعلم ولا تستسلم. ورسالتي للاشخاص اللي على السوسيال لهم 3 سنوات 4 سنوات، حلو انك جالس على 3 سنوات 4 سنوات لا تعلمت لغه ولا دورت شغل ولا طورت من نفسك، وجالس تشتغل في حاجات ثانيه وعساس تجمع فلوس. استمر على هذا الحال. الايام تمشي سريع هنا في اوروبا، والنصائح هذه ما حد بيقول لك اياها، والايام اللي راحت عليك مستحيل ترجع. كم بتقيس معك الاقامه هذه؟ كم بتقيس معك؟ كم بيجلس معك الباسبورت الازرق او الاقامه المحليه او كم بيجلس؟ انت هدفك انك تدخل مع المجتمع الالماني وتندمج وتمارس حقك الديمقراطي، الانتخابات ولا غيرها، وتاخذ الجواز. فلا تستسلم، استمر من اليوم. كفايه لعب وكفايه حاجات ما لها داعي، وروح تعلم لغه. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل الى على 3 وهم جالسين في المسجد فقالوا اخرجوا فان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه، اتحرك. ومن اصدق من الله قيلا عندما قال واسعوا في مناكبها. واسعى، انت عندما تسعى بتحصل. فنصيحه مني، اذا انت قادم على اوروبا وانت حاب مثلا تدرس هندسه، روح دور التخصص اللي هو قريب عليك، حتى الشغل اللي قريب عليك. اذا ما حصلت حاول تسأل وتطبق. نصيحة للمرة المليون بقولها، دوروا على حاجة اسمها براكتيكوم. البراكتيكوم هو اللي بيفتح لك أشياء كثيرة. البراكتيكوم بيفتح لك آفاق وبيفتح لك عيونك وبتتعلم، وفي نفس الوقت أنت ما بتحصل على ملامة ولا بتحصل على صياح ولا بتحصل على تأنيب الضمير. ليش كده؟ أنت هذا البراكتيكوم تعليم وفي نفس الوقت تحصل فلوس وبيفتح مداركك. وأكثر من واحد وصل للمرحلة هذه دخل البراكتيكوم حصل شغل، والله العظيم عن طريق البراكتيكوم حصل شغل اللي بدي اياه. واذا ربي يوفقك وحصلت شغل، انت بحد ذاتك الان بدات اول خطوات النجاح. ولكن والله المره المليون بكررها، قدر الاستطاعه اتعلم اللغه حتى لو على حسابك الشخصي. لا تنتظر ان السوسيال يساعدك عشان تتعلم. مفتاح النجاح هنا في اوروبا هي اللغه. بتتعرض لفتن وبتتعرض لمحن وبتتعرض لاكتئابات. قال الله تعالى وخلق الانسان ضعيفا، ولكن الشيء اللي يجاهدها اللي يقويك هنا في البلاد هذه والصبر، التوكل، العبادات، الصدقات، صلة الرحم بأهلك، تواصل مع أصدقائك الكويسين. اترك الأصدقاء التعبانين، مش أذكر الاسم، لأن الشخص الصديق الكويس هنا لك كنز. الصديق الكويس اللي تشبع من بلده أدب واحترام ودين وشهامة، إنسان مستوي، لا يمكن أن يتلوث بالجانب الغربي هنا، أو أنه يجي يشرب من أي مياه مستنقعة أو من أي شيء. فلذلك الشخص المستوي والذي تشبع في بلده من أهله ومن عائلته ومن مربينه مستحيل أنه يجي يتلوث هنا. لكن الشخص اللي هو ضعيف النفس تعبان واللي ما تشبع فبيجي بيشرب من المياه متلوث، ممكن يشرب من المستنقعات وإلى غيرها. أكيد وصلت الفكرة. فانتقي الصاحب الكويس هنا. ومن أهم النقاط، خليك إنسان كويس في البلاد هذه. لا تجرك الفتن ما لها والله ما توصل لها طريق ولا تنجح، بالعكس تزيد تعاسة فوق تعاستك، تزيد نكد، هم وغم وخسارة. يعني أنا عرفت أشخاص دخلوا يقول لي أنا تعلمت السيجارة هنا، تعلمت الأشياء ما لها داعي. كنا جالسين في إحدى الجروبات يعني زمان، فمن الباب هذا يبدأوا يدخلوا لك، يقول لك أنا بطعم الخمر بس أنا ما بوصلش لحد السكر. طيب وبعدين يقول لك لأنه مش حرام. من الذي قال الكلام هذا؟ منين جبت العبارات هذه؟ أنا والله العظيم الأشخاص اللي زي كذا على طول اشرد منهم، اشرد. البلاد هنا تمر العجلة سريعة، فيها فرص ملايين الناس يتمنوها، فيها نجاحات توقف على رجيلك، تنجح وتتعلم اللغة. الشعب الألماني شعب يحب العمل، يحب النجاح. شخص ناجح تعال عندنا، شخص جالس وكذا أنت إنسان منبوذ. المهم هاي نصيحة من قلبي، خليك دائما متسامح مع نفسك. إذا حسيت نفسك أو شعرت أن نفسك أنك تعبان، استريح شوية وروح زور دكتور نفسي، والله ما هو عيب، بالعكس قسما بالله أنك تعالج مشكلة يعني قد تكبر في المستقبل ولا تجد لها حل. شوف الإحصائية، كم في ناس الآن وصلوا لمرحلة الانتحار، في ناس قفز من فوق الدور 20 الدور 30.
فلذلك هذه من الاشياء المهمه. زور الطبيب، خذ فيتاميناتك. نقص فيتامين د هنا كمان من الاشياء اللي تسبب ارتفاع الهرمون الكورتيزول، الضغط النفسي عندك، عدم ممارسه الرياضه، الاجواء هنا في اوروبا ما تساعد، وفي الاخير انت الشخص اللي بتخسر صحتك. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. سلم النجاح هنا في اوروبا يحتاج الى صبر وعزيمه واستمراريه، حتى لو كانت يعني النجاحات ما هيش اللي تشتيها انت، بس حتوصل في الاخير للي تشتيه. وراقب الله في كل خطوه، باذن الله ربي بيوفقك. انا مش طول في الفيديو هذا، اتمنى انك استفدت واتمنى انك تدعي لي، فباذن الله انك بتستفيد من هذا القناه، لانها بتكون خارجه من اعماق قلبي وعن حاجات انا نجحت فيها هنا في البلاد هذه وفشلت، وتجاربي الحقيقيه بتشوفها باذن الله في الفيديوهات الجايه. اخيرا لا تنساش من دعواتك والاشتراك في القناه. كان معكم الخضر الفروي من يوميتي في المانيا. السلام عليكم.